احنا كان كضيوف موسم الولي الصالح سيد عمارة السباعي الإدريسي الحسني. جينا من الأقاليم الجنوبية بصفتنا كعائدين لأرض الوطن، كما قال صاحب الجلالة نصره الله، لا إن الوطن غفور رحيم. فإذا به التقينا مع هاد والسيد القائد ورئيس الدائرة وهاد الناس هادو كيحيدوا واحد الخيمة اللي كتعرف بخيمة أحفاد الولي الصالح سيد عمارة السباعي الإدريسي. حيدوها بصفه نهائيه الا في هذه السنه ديال 2025، لان هي كانت ما يقارب على 16 سنه وهذه الخيمه قائمه الذات. فاذا به تحيدت بين عشيه وضحاها، وحيدها السيد القائد بامر من رئيس الجماعه الترابيه. والحمد لله احنا دركنا الموقف ورديناه في نفس اليوم، في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بديل الموسم. وهذا كيدل على ان هذا السيد هذا كما يقولوا المصريين ما جايبهاش للبر ما نعرف علاش. احنا المهم كنشكروا الناس اللي منظمه في كجمعيه في احفاد الولي صالح سيد عماره. نشكرهم جزيل الشكر على الاستقبال وعلى حفاوه الاستقبال. الشيء نشكروا فيه السيد الرئيس اللي سيد احمد شناف والمجموعه كاملين، كل واحد باسميته وصفاته حتى لما ذكرناهم. وبالنسبه للوفد الصحراوي اللي كان معنا، رجعوا منه ناس، لان منين جاوا انا عندي واحد الفكره بين هذا السيد هذا القايد هذا وهاد الاشخاص اللي حيدوا هذه الخزانه هذه الخزنه هذه باطل الخيمه اللي كانوا غادي يقعدوا فيها الناس اللي جايين من الاقاليم الجنوبيه. هاد الناس كنظن انهم ما فكروش كاع. هاد الناس اللي كانوا غادي يقعدوا في هذه الخيمه هذه وما جاوا، فين غادي يقعدوا هاد الناس؟ عندما غادي يجوز هما ضاربين واحد المسافه، وناس من اعيان ديال صاحب الجلاله نصره الله في الاقاليم الجنوبيه باش يجيو يقعدوا في واحد. خاص هذا السيد هذا وهذا السلطه والجماعه خصهم يعطوا هما يكونوا يعني يبادروا لاستضافه هاد الناس هذو، ماشي يحيدوا لهم المكان اللي غادي ينزلوا فيه الايواء اللي دايرينه الاحفاد ديال الولي الصالح. هذا خطا فادح. والحمد لله الخيمه رانا ربيناها وقعدنا فيها الحمد لله، والشكر كيرجع للسيد الرئيس والمجموعه والاحفاد كاملين بصفه عامه. الفضل راه كيرجع فيه لنا السيد رئيس الجمعيه اللي هو احمد شناف، والاحفاد بصفه عامه، والمنظمين حتى هما راه عندهم واحد الدور كبير. الناس اللي المنظمين اللي معاه راه قاموا بواحد المجهود كبير يشكروا عليه. انا اول مره نجي لهذا الموسم هذا، ولكن جيت مواسم اخرى حضرت لها، والحمد لله كسيد المختار وكاثنين الغياث السيد مصطفى وجي اول مره الموسم اثنين الغياث، والموسم ديال الولي الصالح سيد بدعوه من رؤساء الجمعيات والاحفاد. انا كنقول دائما الاحفاد لانهم كيلعبوا واحد الدور كبير. جينا لهذا الموسم هذا، وجينا الموسم ديال السيد محمد الصغيري السباعي اللي في اثنين الغياث حتى هو، ودوزنا واحد الفتره. بالرغم من حتى ان السيد رئيس الجمعيه ديال احفاد الولي الصالح سيد عماره كان استدعى معظم الشيوخ ديال القبائل الصحراويه، وما هم قليلين، راهم ياسرين، ما هو واحد ولا اثنين الحمد لله. وحتى الجمعيه ديال اثنين الغيث حتى هم استدعوا الناس ديال الصحراء، القبائل الصحراويه بما فيها جل القبائل. انا اللي نقول قبائل الصحراء، هي قبيله الصحراء تبارك الله راهي ياسر تفوت على 34 قبيله. والحمد لله جا واحد الجمع جاء، ولكن كيف قلت لك قبيل فاذا به احنا تفاجئنا بالمكان اللي غادي ننزلوا احنا فيه. قلعوا السيد القايد والمجموعه والزمره اللي تابعه له. حتى كانوا في سيد المختار شي حدنا. ها؟ كانوا في سيد المختار. احنا كنا في سيد المختار، فعلا كنا في موسم سيد المختار، وكنا في موسم بوعنفير، وكنا في موسم اثنين الغيات، فهمت؟ وكنا غادي الموسم واش الحمد لله شت ولاد السباع في سيدي يحيى الغارب وفي هذه المناطق هذه وفي عبده وفي دكاله وياش ما حديث ولا حرج، لان يعني ما شاء الله اولياء الله الصالحين هون ياسرين، وكل ولي عنده احفاد وعنده موسم سنوي بما